ابراهيم ليموراي واحد من الناس اللي كون ما كانتش الظروف ضدهم كنتي غادي تلقى سميتو حدا بدر هاري وحدا بن الصديق وزيد واخا هكا. فراه ابراهيم خلى سميتو معروفه في العالم كامل، ولكن ماشي كبطل. نقدروا نقولوا عليه الا حطيناه في شي ميزان مع البروفيسور ديال لا كازا دي بابيل، فراه ابراهيم غادي يتعادل معاه، حيت كان هو العقل المدبر ديال اكبر عمليه سطو في التاريخ ديال بريطانيا، واللي وصلت ل 53 مليون جنيه استرليني. دابا اجي نرجعوا شويه اللور. ابراهيم حل عينيه في لندن في عام 1977، وفاش بدا كيعرف في الحياه شي شويه غادي يعرف بلي رباه مغربي امو انجليزي، وعاد غادي يفهم علاش كاينه اضطرابات عائليه في الدار ديالو. وهذا الشيء كيفسر علاش ابراهيم كان كيلقى راحته في المدرسه اكثر، لا ماشي حيت كان قراي، حيت تما غادي يتلاقى بولالان اللي غيولي صاحبه، ومن بعد غادي يولي اليد اليمنى ديالو، وبجوجهم كان عندهم هدف واحد اللي هو ماشي القرايه. وهنايا بول وابراهيم غادي يشدوا الطريق ديالهم في عالم الاجرام، حتى غادي يجي النهار اللي غادي يتشد فيه السي ابراهيم، والسبب كان هو التجاره في الممنوعات، وغادي يحكموا عليه بعام ديال الحبس وهو مازال ما كملش 18 عام. ابراهيم واخا كان صغير كان اي واحد تيقرب له في الحبس كيخلي ضربابه، وهنايا غادي يبدا يكتشف شي حاجه احسن من الاجرام، شي اللي غادي يخليه يدوز داك العام كامل غير في لونطريم. داز داك العام وابراهيم خرج من الحبس، وهنايا بدات كتضر الفكره باللي راه خاصو ينمي المهارات القتاليه ديالو، وداك الشيء اللي كان ابراهيم في وقت قصير غيولي اللي دوا معاه كيراف، وفي وقت قصير غادي يولي محترف في الامامي، وغادي يوليو يعيطوا عليه بالبرق، حيت في اول ماتش ديالو غيطيح خونا بالكار. وهكا غادي تقلب حياة ابراهيم رأسا على عقب، ولكن ديك رأسا غادي تبقى تابعه. ابراهيم واخا هكاك ما كانش مشهور بزاف، حتى لواحد النهار في 2002 ابراهيم مشى لميريكان باش يتفرج في واحد الكومبا، وبالصدفه كان تماك حتى واحد خونا اللي سميتو تيتو اورتيز، واللي كان من اشهر الفايترز في ديك الوقيته، وكلشي كان كيضرب له الحساب وكيحاولوا باش ما يجبدوش معاه الصداع في الزنقه. ولكن من الزهر ديال السي ابراهيم داك النهار غادي تجبد واحد الصداع ما بين الكليكه ديال ابراهيم والكليكه ديال تيتو اورتيز، وهنايا حتى ابراهيم وتيتو اورتيز غيدخلوا في البلان. تيتو غادي يبغي يضرب ابراهيم بواحد الكروشي، ابراهيم غادي يخوي ليه وغادي يلصق ليه واحد الكروشيه غادي يطيحو كاو، وهنايا كلشي غادي يولي يعرف شكون هو ابراهيم ليموراي. وهنايا النيت غادي تنوض اليو اف سي وغادي تسني معاه كونترا، ومن هنا كلشي غادي يبدا يتوقع ليه بمسيره تاريخيه، وغادي يكون ما بين الناس اللي غادي يقدروا يكتبوا سمياتهم في التاريخ ديال هذه الرياضه. كلشي كان غادي مزيان، وابراهيم غادي يهبط لاكارد ديالو على الدنيا وقال صافي الدنيا تقادات. حتى لواحد النهار ابراهيم غادي يكون معروض لواحد العيد الميلاد، وفاش غادي يكونوا خارجين غادي ينوض واحد الصداع، ومع قوه بنادم هنايا ابراهيم ما غادي يفهم والو، حتى غادي يلقى راسو مضروب موس في بلاصه اللي خايبه وبزاف، ولا غادي يخلي الحاله ديالو توصل ما بين الحياه والموت. ايوا وهنايا غادي يسالي الكارير ديال ابراهيم ليموراي في الامامي. ابراهيم غادي يغبر واحد المده ديال عامين، حتى شي واحد ما غادي يسمع عليه شي اخبار في ديك العامين. ولكن في هاد الوقيته هادي ابراهيم كان كيفكر، قال مع راسو انا كنت حاط في دماغي بلي غادي ندخل في التاريخ ديال الامامي، دابا الحاله الصحيه ما يمكن ليهاش دير هادشي، وها هو ستيفن هوكينغ غير بدماغه وشوف شنو دار. ومال هاد ستيفن هوكينغ احسن مني، حتى انا غادي نخدم دماغي. غا هو هوكينغ فاش كان كيطلق العينه المخيله ديالو كان كيوصل للفضاء، وابراهيم فين ما كيبغي يفكر في شي حاجه من غير الاجرام كتطلع ليه ايرور. وحتى كاع الا طلق العينان ديالو للفضاء الخارجي كيلقى راسو مطايف مع شي نجمه ولا شي حاجه ضروري مطايفه داخله في داك الخيال. في 2006 غادي يصبح الانجليز على اكفس خبر في التاريخ ديالها، واللي كان العنوان ديالو اكبر عمليه سطو في التاريخ ديال انجلترا. Forget the Great Train Robbery, forget the Northern Bank in Belfast. Britain's biggest ever robbery took place in the early hours of this morning in Kent. ابراهيم من بعد ديك الاصابه ما بقى له والو من غير صحابو اللي كانوا معاه من قبل، غادي يولي يتجمع معاهم واللي غادي يعطيهم واحد الفكره ديال في بلاصه ما كل مره غادي نبقاو نشفروا بشويه بشويه، الا غادي ندخلوا شي دخله صحيحه هاد المره كما دار البروفيسور في لاكازا دي بابيل. وانايا هو البروفيسور ديالكم. الخطه اللي قال لهم ابراهيم كانت سهله، شافوا واحد خونا ديجا خدام في سيكوريتاس بانك، وغادي يديروا ليه كاميرا في الحوايج ديالو باش فين ما يدخل يخدم يعرفوا كيفاش داير البلان من الداخل، ماشي حتى يدخلوا عادي يتصدموا بشي حاجه. ولكن بان لهم بلان صعيب شويه، ورا الا زعموا ودخلوا غادي يجيبوها في راسهم، يعني خاص شي فكره اخرى اللي يكون الريسك ديالها قل من هذه. هنايا ابراهيم غادي يبان له البلان في واحد خونا اللي سميتو كول ديكسون، واللي هو الماناجر ديال سيكوريتاس بانك. والبلان راه ساهل، غادي نخليو هاد خونا حتى يركب في الطوموبيل ويشد الطريق ديالو، عاد نبداو الخدمه ديالنا حنايا. واحد النهار كان كول ديكسون غادي للخدمه ما عليه ما به، حتى غادي يوقفوه البوليس وغيقولوا له بلي عندنا امر بالتفتيش. حتى لهنا
كل شيء نورمال. ولكن هاد البوليس غادي يشدو خونا بلا هضره بلا جوج وغادي يديوه معاهم، والطريق كامله هو غادي كيفكر في اين موتيف دار وكيفاش غادي يخرج منه، حتى وصل وحل عينيه لقى سي ابراهيم جالس كيتسنى. غادي يدور يشوف فيه وغادي يقول له شوف معلم، بلا ما يكون فيك لافونس غادي دير داكشي اللي كنقول لك ولا ما غاديش تولي تشوف العائله ديالك كاع، ولا بالك باللي هضرتي غير كذوب وجالس كنمثل عليك. عطيني واحد الساعه المكانه انا جاي. وداكشي اللي كان شويه ديال الوقت، السيناريو ديجا مكتوب، خاص غير اللي يطبقوا، وراه ما كاينش اللي غادي يطبقوا احسن من 10 ابراهيم. مشاو عند مرتو للدار وقالوا لها راه راجلك دار قصيده، يلا هي معنا تشوفيه. يعني يا اما خونا غادي يدير داكشي اللي قال له ابراهيم اولا غادي يطرالو داكشي اللي قال له ابراهيم حط كاع الوراق فوق الطبله، واي حركه غلطه غادي تسالي هادشي قبل ما يبدا. 22 فبراير من عام 2006 غادي ينوض ابراهيم وغادي يقول لعشرانو اليوم غادي نفضاو البلان، يا ربحه يا ذبحه. غادي يمشيو في الليل بالطوموبيل وغادي يصيفطوا المدير بوحدو يخرج قدام الباب، وفاش غادي يشوفوا خونا بالكاميرا غادي يعرفوا غير هو وغادي يحل عليه. ولكن موراها غير بجوج دقائق الحراس ديال السيكوريتاس بونك غادي يلقاو راسهم في وسط عصابه وما عندهم ما يديروا. وهنايا ابراهيم وعشرانو غادي يشدوا كاع اللي كاينين لداخل، غادي يكتفوهم ويدخلوهم لواحد البيت ويسدوا عليهم. دابا النص ديال الخطه هو غادي مزيان، غادي يبقاو يقلبوا تما وغير غادي يوصلوا للبلاصه اللي فيها الفلوس غادي يتصدموا، ماشي حيت ما كايناش الفلوس ولكن حيت كاين كثر من داكشي اللي كانوا كيتوقعوا. ايوا يا المشاهدين بقاو كيعمروا في داك الرموك بالفلوس حتى ما بقى لهم فين يزيدوا. وفاش كانوا غاديين بحالهم كاين اللي ما عجبوش الحال، ماشي حيت جاتني بالضمير ولكن حيت داكشي اللي خلاو في سيكوريتاس كان اكثر من اللي داو. هنايا غادي ينوض واحد من افراد العصابه وغيقول لهم بالرجوله الخوت اجي نحسبوا شحال دينا، راه ما بغينا حتى واحد ينصب على شي واحد اخر. هنايا غادي يدور عند ابراهيم وغادي يقول له من نيتك واش الساط ما عمرك حضرتي لشي حصه الماط وباغي تحسب الفلوس؟ شوف ابو قال غدا غادي تفيق في الصباح واختار ليا مع راسك احسن قناه ديال الاخبار وتماك غادي تعرفنا شحال خدينا. ايوا وفاش غادي يصبح الصباح غادي يلقاو باللي راه خداو 53 مليون جنيه استرليني واللي كتساوي واحد 6 المليار ديال الدرهم. البوليس غادي يوصلوا من بعد 30 دقيقه على هذا البراكاج ولكن ما غادي يلقاو والو من غير خوتنا اللي باقيين مكتفين. ايوا وهنايا غادي يديو المدير وغادي يعاود لهم البلان من الاول حتى الاخر. اما بريطانيا فراه صبحات على ثاني اكفس خبر في التاريخ ديالها من بعد الخبر ديال الحرب العالميه الثانيه واللي هو الخبر ديال اكبر سطو في التاريخ ديالها. البوليس عياو ما يقلبوا على شي خيط اللي يقدر يوصلهم لمول الفعله ولكن والو. اما بالنسبه لسي ابراهيم فرجع المغرب بحال لا مطاري والو وشرا فيلا دايره بمليار وبقى هو وصحابو ما كاين غير الكازينويات والحديد المزيان وهو داير في بالو بلي راه حتى شي واحد ما غادي يقدر يوصل ليه. ولكن في 26 يونيو من عام 2006 ابراهيم كان جايب واحد الدويره هو وصحابو في ميغا مول في الرباط، كانوا غاديين ما عليهم ما بيهم حتى دار بهم المخزن. والطريقه كيفاش حتى وصلوا ليهم راه كانت باينه، انت يلاه دار بانكا في الانجليز وجاي للمغرب كتخسر في الملايين كل نهار، راه ضروري غادي يجي عندك المخزن ويقول لك اش كدير الشريف منين جاوك هاد الفلوس. زيد عليه هذيك الفيلا اللي شرب مليار ورقات ليه كل شيء حيت ما كانش فيلا عاديه. جون ويك كانت عنده هاد الفيلا وكاع ما قتلوا ليه الكلب، كان فيها واحد النظام ديال الحمايه اللي زايد نغزى. دابا اجي نرجعوا للانجليز، البوليس قدروا يشدوا شي وحدين وبهم عرفوا بلي راه ابراهيم هو مول الفعله ولكن كانوا غير شاكين. داكشي علاش علموا المخزن ديال المغرب باش الا لاحظوا شي حاجه ماشي هي هذيك يديروا خدمتهم ويبقاو متبعينه حتى يشدوه بفلوس حيت الانجليز باغا ترد الفلوس اللي مشات ليها. حتى لواحد النهار كانوا البوليس جالسين ما عليهم ما بهم في الكوميساريه ديال الرباط حتى دخل عليهم واحد الشيفور كله دمايات. مالك ما مالك حقا راه كنت خدام عند واحد السيد سميتو ابراهيم وراه واحد النهار شقاتلو هو يطلع لي سلخه ديال لاصق. البوليس بان لهم هاد خونا غيعطيهم المعلومات كامله اللي ناقصاهم وزاد قال لهم بلي راه بوسيبل ديك الفلوس تكون مخبيه غير في الدار حيت راه ما عنده حتى شي بلاصه اخرى فين كيمشي. البوليس فكروا مزيان ودار واحد عند الاخر وقال ليه المعالم ديال الجريمه بداو كيوضحوا ولكن الا دخلنا عليه للدار ممكن تنوض الروينه ويقدر يكون عنده باش يدافع على راسو وحنا مالنا كاع ياك الانجليز اللي مشات ليها فلوسها. البوليس غيبقاو متبعين ابراهيم الليل ونهار فين ما مشى تابعين حتى لواحد النهار كان غادي كيتسارى هو وصحابو شويه هما يدوروا بهم المخزن في وسط ميغا مول.
ابراهيم تشد والبوليس قالوا مع راسهم صافي هذا مسمار وطرقناه. دابا اجي نمشيو نشوفوا شحال شاط ابراهيم ديال الصرف، ولكن ما غادي يلقاو والو. خونا دار ليهم اللعبه ديال ديبي كوبر، غير هو ديبي كوبر كيما حنا عارفين ما تشد له ولا الفلوس، وابراهيم تشد بوحدو والفلوس ما كايناش. ابراهيم بسبب هادشي اللي دار غادي ياخذ واحد العقوبه اللي مشدده قدرها 10 سنوات. ولكن ابراهيم بلو بحال غادي يضيع شبابه في ديك 10 سنين. داكشي علاش كل مره كان كيحاول يهرب. ايوا هما يشدوه وعطاوه 24 عام ديال الحبس، ولحد الان راه باقي تماك في الحبس، وشكون عرف حتى يخرج ويلقى داك الصرف مازال كيساينو برا. ايوا وهنايا كتسالي ليبيزود ديال اليوم. موعدنا في حلقه اخرى. ايوا وتهلاو.